ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال؟ هنعمل النهارده مع بعض اسهل والذ وصفه لخليه النحل. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا جدا، بعجينه هشه جدا، مكونات سهله ومتوفره في البيت، عجينه بسيطه جدا وهتديكم نتيجه رائعه. خليه النحل يا جماعه ممكن نحشيها جبنه، ممكن نحشيها شوكولاته، ممكن نحشيها اي حاجه. سهله جدا جدا والعجينه مضمونه 100%. قبل ما ندخل في المكونات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب في القناه. معايا هنا اول حاجه في المكونات 3 كوبايات من الدقيق، يفضل ان يكون دقيق مخبوزات. عندي هنا ربع كوبايه من السكر، وربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من اللبن البودره، واخر حاجه عندي معلقه كبيره من الخميره. ندخل بقى على الطريقه. اول حاجه هجيب ال3 كوبايات من الدقيق وهضيف عليهم المواد الجافه، السكر واللبن البودره والخميره، وهقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. وبعدين هضيف ربع كوباية الزيت، وانا هستخدم العجان يا جماعة. حطيت هنا كوباية من المية الدافية. ممكن طبعا نستغنى عن العجان ونستخدم ايدينا، بس طبعا لازم اتأكد ان انا عجنتها كويس جدا. هتشوفوا معايا هنا عجنتها ازاي. ال3 كوبايات من الدقيق خدوا معايا كوباية ومعلقتين كبار من المية. وزي ما اتفقنا قبل كده استيعاب الدقيق بيختلف، بس انا اهم حاجة اوصل للنتيجة دي. شايفين العجينة طرية؟ عجنتها بالظبط 7 دقايق بالعجان. بايدي بقى عجينة 15 دقيقة. لازم تشوفين يا جماعة طرية ازاي، بس مش بتلزق في ايدي نهائي، بس طرية جدا. هنقلها بقى على بولة وتكون مدهونة زيت، وهغطيها كويس جدا واسيبها تخمر من نص ساعة لساعة الا ربع حسب حرارة الجو. لازم تتعجن كويس جدا زي ما اتفقنا عشان تطلع لي نتيجة مظبوطة. هغطيها واسيبها تخمر. بعد ما خمرت، عجينة ناجحة جدا جدا يا جماعة لأي نوع من أنواع المخبوزات، مش بس خلية النحل. شايفين؟ هفرغ منها الهواء وهبدأ بقى دلوقتي في التشكيل. خدوا بالكم معايا في طريقة التشكيل عشان تطلع معاكم كور صغيرة وحجمها ما تضعفش قوي بعد ما تخمر وتتخبز. نزلت هنا العجينة بتاعتي وهبدأ بقى ان انا اكورها كده، اسويها. وهجيب سكينة معايا او اي اداة حادة، وزي ما انتم شايفين هقطع كده على زي صباع كده، وهبدأ ان انا اقطعه قطع صغيرة بالمنظر ده اهو. دي الطريقة بالظبط. لو تبعتوا الطريقة دي هتطلع معاكم خلية النحل زي ما شفتوها في اول الفيديو بالظبط. قطع صغيرة بالمنظر ده نقطع بالسكينة ونحطهم جنب بعض. وبعد ما اخلص الكمية كلها لازم اغطيها طبعا علشان العجينة ما تنشفش معايا وتشقق وتفضل طرية زي ما هي، عشان تبقى كمان سهلة برضو في التشكيل. تمام، هنخلص بقى كل الكمية. نبدأ بقى. حضرت معايا الحشو، هغطيه زي ما اتفقنا. جبنة مربعات، ممكن نحشيها اي نوع جبنة انتوا حابينه، ممكن كمان شوكولاتة زي ما اتفقنا. دهنت صينية. الكمية ديت خدت صينيتين معايا، صينية 26 سنتي وصينية 23 سنتي. هحط الجبنة زي ما انتوا شفتوا، وهبدأ اكور العجينة كورة بالمنظر ده وهحطها في الصينية. هسيب مسافة سنتي مثلا ما بين كل واحدة والتانية علشان اراعي انها هتخمر، وطبعا هو في الاخر العجينة كلها تبقى الكور كلها تبقى لازقة ببعض. حطيت الجبنة اهوت، والعجينة سلسة وطرية جدا جدا وسهلة جدا في التشكيل. هنخلص الكمية كلها زي ما انتوا شفتوا. غطيتها وحطيتها في مكان دافي تخمر. وبعد ما خمرت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وهحطها في الصاج القريب من الفرن من تحت. وكمان هدهنها زي ما انتوا شايفين هنا بالحليب. الصاج هيبقى نازل درجة واحدة عن المتوسط قريب من الفرن من تحت. هحط لها هنا سمسم. طبعا ممكن نحط حبة البركة لو حابين، بس السمسم بيدي طعم جميل جدا. واتكلمنا عن القيمة الغذائية للسمسم في فيديو القراقيش، لو حابين تشوفوه هحطلكوا الرابط في صندوق الوصف. وهدخلها على الفرن. بعد ما حمرت من الجوانب ومن تحت ولعت الجريل، خدت لون. ما بتاخدش وقت اطلاقا في السوا، وزي ما اتفقنا الفرن يكون درجة حرارتها عالية. وفي الصاج انزل الصاج درجة واحدة على المتوسط عشان ما تاخدش وقت في السوا وتطلع هشة وطرية. لما تطلع من الفرن هغطيها 10 دقايق عشان ما تنشفش. وهبدأ زي ما انتم شايفين هنا دهنتها عسل، ممكن ادهنها شربات، ممكن كمان ادهنها حليب مكثف محلى، بس العسل يعتبر حل كويس ومغذي كمان. شايفين بقى الهشاشة والطراوة وطعم الجبنة تحفة بجد مع العسل. مخبوزات رائعة. الصينية مبتاخدش وقت، هتلاقي نفسك سحبتي 2 3 4 ورا بعض الصينية خلصت. شايفين هشة ازاي؟
بجد يا جماعة عجينة اكتر من رائعة، طعمها تحفة، ريحتها جميلة جدا جدا. المخبوزات في الشتاء بجد بتدي طاقة كده ودفى رهيب. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم، ويلا بينا بقى ندخل على الجزء التاني من الفيديو. هنتكلم النهاردة مع بعض عن البريست كانسر او سرطان الثدي. قبل ما ادخل في الموضوع الاساسي، الاول عايزين نعرف ايه هو الكانسر او السرطان. السرطان عافانا الله واياكم هو مرض بتنمو في بعض خلايا الجسم وبتتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وبتنتشر لأجزاء تانية من الجسم. عادة الخلايا بتاعة الجسم بتنمو بشكل طبيعي وبتتكاثر في أثناء حاجة الجسم إليها. يعني مثلا لو خلايا قديمة يبدأ الجسم يستغنى عنها وينتج مكانها خلايا جديدة. حصل تلف عندي في عضو معين يبدأ الجسم يعوضه، فده حالة طبيعية. انما في حالة الكانسر التكاثر بيكون بدون سبب، بيكون كمان سريع، والخلايا اللي بتنتج ديت بتشكل لي اورام. الاورام دي بتأثر طبعا على وظائف الخلايا والاعضاء، والاورام دي ممكن تكون حميدة او ممكن تكون خبيثة. ندخل بقى على موضوعنا الاساسي وهو سرطان الثدي. طبعا يا جماعة سرطان الثدي من اكثر انواع السرطانات شيوعا لدى النساء. لو تم اكتشافه في مرحلة مبكرة بيتم علاجه، ونسبة الشفاء بتكون عالية جدا جدا والخسائر بتكون قليلة. ندخل بقى على الأعراض أنا بقسم الأعراض 3 أقسام. أول جزء معايا اللي هو الحلمة والهالة المحيطة بيها، تاني جزء الثدي، تالت جزء المنطقة اللي هي تحت الإبط. بالنسبة للأعراض اللي ممكن تحصل في أول جزء، ممكن يحصل انقلاب في الحلمة، يعني الحلمة لما تبقى باردة لبره تبقى داخلة لجوه. ممكن تبقى مسطحة على مستوى الجلد، ممكن يظهر قشرة أو حبوب او نقر اللي هو بتحس ان في منطقه غائره لجوه كده، او ورم. كل ده ممكن يحصل في منطقه الهاله اللي هي حوالين الحلمه. ممكن كمان يحصل افرازات في منطقه الثدي، خصوصا ممكن تحصل من جهه واحده بس. طبعا بتكون الافرازات دي في الغالب تلقائيه، يعني من غير ضغط مني، واحيانا بتكون بتحتوي على دم. تاني منطقة بقى اللي هي منطقة الثدي، ممكن ألاحظ اختلافات في حجم الثديين، يعني في ثدي أكبر من التاني. ممكن كمان ألاحظ اختلاف في الشكل، شكلهم مختلف عن بعض. ممكن أحس إن في كتلة جوه الثدي. ممكن أحس بتورم في الجلد، تغيير في لون الجلد، ظهور حبوب أو قشور. ممكن كمان برضو أحس إن في منطقة غائرة لجوه، أحس إن في التهاب أو احمرار في الجلد. بالنسبة بقى لآخر جزء معايا اللي هو تحت الإبط، الأعراض اللي ممكن تظهر في الثدي هي نفسها ممكن تظهر كمان تحت الإبط برضو. إن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن العوامل اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالكانسر، وبرضو هنتكلم عن طرق الوقاية من الكانسر. لو ظهر علينا لا قدر الله عافانا الله وإياكم أي عرض من الأعراض اللي اتكلمت عنها في الفيديو، لازم طبعا نراجع الطبيب فورا. أتمنى تكونوا استفدتوا في فيديو النهاردة. لو عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.